اهلا بكم متابعيني في كل مكان. احنا في سلسله هنتعلم انجلش مع بعض، ونزلنا الفتره اللي فاتت كذا فيديو. واول فيديو كان بيتكلم عن اورجان اوف سبيتش اللي هي اجزاء الكلام، وقلنا كل اجزاء الكلام. بعد كده مسكنا واحد واحد بالتفصيل، وقلنا النون، وقلنا ان النون بيجي منه مفرد او جمع، وشرحنا الحالات بتاعتهم. وبعد كده قلنا الفيرب، وقلنا ان الفيرب 3 انواع: مين فيرب او اوكسيلاري فيرب او موديل فيرب اللي هو فعل اساسي او مساعد او ناقص. كل ده شرحناه، فانت لو ما سمعتوش روح اسمعه عشان تبقى فاهم النهارده بنتكلم عن ايه. بعدها نزلنا فيديو عن تكوين الجمله او ازاي اكون جمله، وخدنا زمن المضارع البسيط. النهارده هنتكلم عن زمن الماضي البسيط اللي هو the past simple tense. الماضي ده حدث تم وانتهى في الماضي، يعني حاجه خلصت خلاص مش هقدر ارجعها تاني. بيتكون من ايه؟ بيتكون من السبجكت اللي هو الفاعل بلس الفيرب، بس الفيرب انا حاطط لك بين قوسين هنا كلمه باست، يعني الفعل في الماضي. زي الجمله اللي احنا بنقولها دلوقتي: I watched a movie yesterday. انا امبارح شاهدت مسلسل. يبقى هنا الفيرب مين؟ watched، اللي هو شاهدت. انا خلاص شاهدت وخلصت الحاجه دي. طيب بعدها احنا في نوعين للفعل، في regular verb وفي irregular verb. يعني ايه regular ويعني ايه irregular؟ كلمه regular معناها منتظم، فهنا بيقول لي ان في فعل منتظم وفي فعل مش منتظم. الفعل المنتظم ده بضيف له 3 حاجات عشان احوله من صوره المضارع لصوره الماضي: يا اما دي، يا اما اي دي، يا اما اي اي دي. طيب عشان احول الفعل من صوره المضارع للماضي بحط له اي دي، لكن اذا انتهى الفعل باي فبحط له دي بس. اما اذا انتهى بواي قبل الواي حرف ساكن فبشيل الواي واحط اي اي دي. ده بالنسبه للفيرب الريجولار، الفعل المنتظم. اما بقى الفعل الغير منتظم وده صعب شويه، بس مفيش حاجه صعبه علينا، وانا هكتب لكم شويه في الوصف تحت في الديسكربشن هيكون في شويه افعال غير منتظمه. انا دلوقتي جبت لك 3 بس كده كمثال. يعني عندك جو ذهب، الماضي منها went. ده مفيش، يعني هنا الحروف بتاعت ده مختلفه تماما عن الحروف بتاعت ده. ما اقدرش اقول لك ان ديت قلب لكذا، لا، هي القاعده الاساسيه بتاعت الفعل الريجولار ان الفعل الشاذ يتغير ويخلي العقل يتحير، فده بيخلي عقلك يتحير، فده لازم يتحفظ. يبقى الماضي من جو went، الماضي من eat ate، الماضي من buy bought. جو يذهب، eat ياكل، buy يشتري. ده بالنسبه لصوره المضارع، ودول بالنسبه لصوره الماضي. ملوش قاعده معينه، ملوش ان انا اقدر اقول لك لا دي ممكن تحوله لكذا، لا، هي القاعده بتاعته لو هنقولها هنقول ان الفعل الشاذ يتغير ويخلي العقل يتحير. ده كده بالنسبه لتكوين الجمله بتاعه زمن الماضي البسيط. طيب لو انا ما عملتش كده، لا انا ما رحتش امبارح، انا ما شاهدتش امبارح المسلسل ده، يبقى بحط didn't. اهي النيجاتيف اللي هو النفي بنفي بمين؟ بنفي didn't بلس INF اللي هي المصدر. يبقى انا بنفي didn't زائد المصدر. طب تعالى نشوف مثال: he didn't go to school yesterday. هو امبارح ما زارش مين؟ ما راحش للمدرسه. يبقى هنا didn't ما خدناش بعديها went، لا خدنا بعديها ايه؟ go، لان بعد didn't بيجي الفيرب فين؟ في المصدر. طيب النوع الثالث منه اللي هو yes او no question، السؤال بيس ونو. بسأل في الأول بديد وهنا معناها هل، بلس subject اللي هو الفاعل، بلس الفيرب بس برضه الفاعل في المصدر. يبقى أنا بعد didn't و did الاثنين بيجي بعديهم الفاعل في المصدر. فلو هنقول مثلا did you go to school yesterday، هل أنت زرت أو رحت، معلش أنا آسف، هل انت ذهبت الى المدرسه امبارح؟ طبعا الاجابه لو انا رحت هقول yes I did او no I didn't. اما بقى السؤال ب WH question اللي هو السؤال باداه استفهام، عندنا سؤال اهو: what did you do yesterday؟ ماذا انت فعلت امس؟ وهنا ده هسيبه لك تكتب لي فيه 5 جمل عن اللي انت عملته امبارح، اذا كان كلت شربت نمت رحت جيت ايا كان،
هتكتب لي 5 جمل، واكتر واحد هيكون كاتب الباراجراف ده وانت هتكتبه كنظام باراجراف كاتبه كويس ومظبوط هيكون ان شاء الله في جايزه كده بسيطه ليه. وتبعتوا لي في التعليقات وان شاء الله يعني هنصحح الكل ونشوف الكل ونختار احسن واحد. طيب دلوقتي بقى نجيب لك كام سؤال كده هنحلهم مع بعض. اول سؤال I not to the market yesterday. انا ذهبت الى الماركت امس. هنا مديني الاختيارات جو ولا جوز ولا وينت. طيب هنا انا مختار كلمه او في السؤال كلمه yesterday اللي هي امس، فانا لازم اختار زمن الماضي. جو مش ماضي، جوز مش ماضي، الماضي went. سؤال نمبر 2 she didn't not the film. احنا المفروض بقى هنا ماضي فاختار حاجه ماضي so لا هنا مديني didn't يبقى انا بعدها بختار المصدر اللي هو C. بعدها I not pizza last night. eat ولا ate ولا eaten. هنا نختار الماضي اللي هي اللي في النص اللي هي ate. ده كده بالنسبه لزمن الماضي. طيب اعرف منين ان ده في الزمن الماضي؟ من الكي ووردز اللي هو الكلمات الداله، وانا كتبتهم لك باغنيه كده عشان تعرف تحفظهم. yesterday last ago in the past. يبقى yesterday اللي هي امس، last اللي هو اللي فات لما اقول last week last month last year ايا كان، ago يعني منذ، in the past يعني في الماضي، او لما يجيب لي التاريخ مثلا in 2001 في 2001 يبقى اكيد الحاجه دي حصلت ايه في الماضي. يبقى الاغنيه اللي احنا عايزين نحفظها yesterday last ago in the past. كده خلصنا كل حاجه تخص زمن الماضي البسيط. ارجع اسمع الفيديوهات اللي قبل كده واسمع ده واستنى باقي السلسله عشان